عايزك تركز في الفيديو ده وتصلي على سيدنا النبي وما توقفوش عندك. طبعا جربنا على العيد، كل سنه وانتم طيبين. اللي عنده لحمه زياده يجيبها. ماشي متفقين. اه. طيب ثانيا، من غشنا فليس منا. يعني ايه؟ يعني بعض الناس ممكن يروح جايب خروف او جايب حاجه، سمعت ان هم في تجار يروح ساقيه ميه بملح او حاجه زي كده عشان ينفخ بطنه او يبان ان هو ما شاء الله حجمه وبتاع، ويقوم ينصب على واحد ويبيع له البتاع، يجي يذبحه يلاقي الدنيا ما فيهاش، ما يصفاش على النص. قبل كده كنت ناشر وناس بتجيب اللي هي الفراخ ديت التسمين ويروح حاطط الحنفيه او بخرطوم كده ينفخها ميه عشان توزن معاه. يا عم بتعمل ايه؟ والله انت بتضحك على نفسك يا سيدي. والله العظيم لا هتلاقي بركه في مال ولا في حاجه، لو فلوس الدنيا انت عشان تجيب قرشين يعني حرام مش هينفعوه. اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبلاش انك تعمل حاجه اي كلام وتنصب على الناس وتقول دي فهلوه، احنا في زمن الشطاره. لا، انت بتضحك على نفسك وربنا عز وجل هيجازيك. فخلي بالك، ربنا يحفظنا ويحفظكم. بيع بذمه وضمير، ربنا يهديكم وما تنسوش اللحم.